بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوصيكم ونفسي المقصرة المذنبة بتقوى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن التقوى أمر لا بد منه، فقد فاز المتقون أيها الإخوة الكرام. ماذا قال الله جل وعلا؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جل وعلا. فالتقوى أمر لا بد منه أيها الإخوة الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك على الإنسان أن يعبد الله جل وعلا حق عبادته، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى حيث ما كان، لأن التقوى أمر حتمي ولا بد منه أيها الإخوة الكرام. لذلك أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.